هو ليه هتلر كان بيكره اليهود؟ في 1889 وتحديدا في إحدى القرى النمساوية. وأيوة، هتلر كان نمساوي، ما كانش ألماني. في الوقت ده أصلا كانت النمسا والمجر لسه جمهورية واحدة. في إحدى القرى النمساوية بيتولد طفل سموه أهله أدولف. أدولف كان متعلق بمامته كارلا جدا وبيحبها وعلى علاقة كويسة جدا بيها، وده على عكس علاقته بوالده. وده لأن والده طول الوقت كان بيعامله معاملة قاسية جدا، وعشان كده علاقة أدولف بوالده ما كانتش أحسن حاجة. بالمناسبة أدولف كان ولد غير شرعي، وده كان سبب إن جدته من ناحية والده ما تعترفش بيه ولا تعلن عنه لما اتولد. وفي مؤرخين كتير بيرجحوا فكرة إن هتلر كان ليه أصول يهودية من جده والد والده. وذكر أحد الصحفيين في جريدة هارتس الإسرائيلية إن فعلا هتلر كان ليه أصول يهودية من جده ووالد والده. وقال سيرجي لافروف وزير الشؤون الخارجية الروسي إن فعلا هتلر كان ليه أصول يهودية، ولكن اللي ما يتسموش ما عجبهمش الكلام ده، وطلع رئيسهم اللي ما يتسماش نتنياهو وقال شوية كلام ملوش أي 30 لازمة. وكان في معنى الكلام ده إن كل اللي بيتقال ده مجرد إشاعات وأكاذيب علشان يشوهوا صورتهم قدام العالم على أساس إن هم ناقصين. كمل كلامه وقال ان كل اللي بيتقال ده علشان بس يلفقوا ليهم ان تهمة ان هم ارتكبوا جرائم تعتبر من ابشع الجرائم في تاريخ البشرية. حد يقول للراجل ده ان هو فعلا بيرتكب هو ودولته في اخواتنا في فلسطين كل يوم جرائم من 1848 لحد اللحظة اللي بتشوف فيها الفيديو تعتبر من ابشع الجرائم في تاريخ البشرية. كمان اللي ما يتسماش ده كلام وقال ان كل ده بس عشان يشوهوا صورة اليهود قدام الناس. وقال كمان ان هم ازاي ينسبوا شخص زي هتلر قاتل وسفاح ومجرم ليهم. هنكمل كلامنا بقى عن هتلر. هتلر اول ما وصل لسن 18 سنة حس ان هو مش طايق الدراسة وانه اصلا مش عايز يكملها، علشان كده قرر ان هو يتجه لطريق تاني، طريق الفن. هتلر كان بيحب يرسم جدا، عشان كده قرر ان هو يسافر لفيينا ويبتدي طريقه في الفن. وفعلا سافر في 1907 على فيينا علشان يقدم على أكاديمية الفنون الجميلة، ولكن طلبه اترفض. علشان كده كمل في فيينا وبدأ ان هو يرسم اللوحات ويروح يبيعها في الشارع على الرصيف. واغلب زباينه كانوا من اليهود اللي كانوا بيشتروا منه اللوحات بأسعار رخيصة جدا، ويروحوا هم يعني بحكم علاقاتهم ومعارفهم يبيعوا اللوحات دول بأسعار كبيرة جدا. بالمناسبة اليهود في الوقت ده كانوا مسيطرين على النظام المصرفي والبنكي في أوروبا كلها، وده كان يعتبر بذرة الحقد اللي اتزرعت جوه هتلر تجاه اليهود، وأول الأسباب اللي حركت مشاعر الحقد والكره من قلب هتلر تجاه اليهود، لأنه كان شايف إن هما بيستغلوه وبيشتروا منه اللوحات اللي هي تعتبر المفروض تتباع بسعر كبير، ويشتروها هما بأسعار رخيصة منه ويروحوا يبيعوها بأسعار غالية. كان شايف إن هما بيسرقوا مجهوده. علشان كده بعد سنتين من معاناة هتلر في فيينا قرر ان هو يرجع لقريته ويعيش مع اغلى شخص في حياته، والدته. والدته في الوقت ده كان عمرها 47 سنة، وللأسف لما رجع هتلر لقريته لقى ان والدته توفت. ويا ترى توفت ازاي؟ اتوفت كارلا ام هتلر اللي كان عمرها 47 سنة بسبب حقنة فيها مادة غلط اداها لها دكتور يهودي الاصل. وده يعتبر ده تاني سبب واقوى سبب زرع الحقد والكره في قلب هتلر تجاه اليهود. بعد وفاة والدة هتلر أصبح كده شاب يتيم غلبان ملوش أي حد، علشان كده عمته قررت إنها تاخده ويخليه يعيش معاها. وبعد فترة قصيرة ماتت عمة هتلر، ولكن ورث منها مبلغ مش قليل، وقرر إنه ياخد الفلوس دي ويسافر بيها على فيينا مرة تانية علشان يسعى ورا حلمه إنه يكون رسام. وفعلا هتلر خد الفلوس اللي ورثها من عمته وسافر على فيينا مرة تانية، وقدم تاني على أكاديمية الفنون الجميلة، ولكن المرة التانية بيترفض طلب هتلر للانضمام للأكاديمية. ولكن لما صعب على الناس هناك قالوا له ان لوحه بتترفض او انه طلبه بيترفض لان لوحه ما فيهاش اي مشاعر ولا احساس، ووصفوا لوحات هتلر بانها لوحات بارده، ونصحوه انه يقدم على كلية الهندسة المعمارية، لان هتلر رسوماته بتوحي على انه هو اقرب انه يكون مهندس معماري على انه يكون رسام. ولكن هتلر عشان يقدم على كلية الهندسة المعمارية كان لازم ان هو ينهي دراسته، وزي ما قلت هتلر ما كانش بيحب الدراسة. علشان كده في الوقت ده كان في 1914 اللي قامت فيه الحرب العالمية الأولى، فقرر هتلر إن هو ينضم للجيش الألماني اللي في الوقت ده كان بيدور على أي حد حرفيا علشان ينضم ليه. وعلى الرغم من إن هتلر جسمه كان ضعيف جدا وما يوحيش إن هو شخص ينضم للجيش أو يحارب، إلا إن تم قبوله في الجيش الألماني.
ودخل هتلر الحرب دي مع الجيش الألماني. خد وسام الشجاعة مرتين في الحرب دي، ولكن ما ترقاش في الجيش أبدا، وده لأن زي ما قلت كان ضعيف ومفيش أي حاجة فيه تشجع على إن هو يترقى في الجيش. وطلع هتلر خسران في الحرب دي زي ما بالظبط ألمانيا طلعت خسرانة في الحرب، ولكن خسارة ألمانيا كانت خسارة فادحة، وهتلر في الوقت ده كان مصدوم. ازاي القوة العظيمة دي ألمانيا اللي المفروض انها قوية في الجيش والاقتصاد، ازاي تتهزم الهزيمة دي وتتهان الإهانة دي؟ فده كان كل اللي شاغل بال هتلر. علشان كده بدأ ان هو ينجرف في تيار السياسة، وبدأ يجتمع بأصدقاء ليه ويتكلموا كل يوم في السياسة وشؤون ألمانيا وايه اللي حصل بعد الحرب. وكان في وجهة نظره هو والشباب أصدقائه دول إن ألمانيا بعد ما انهزمت في الحرب بدأت تاخد قروض من اليهود اللي كانوا زي ما قلت مسيطرين على النظام المصرفي في أوروبا. والقروض دي كانت مقابل حاجتين: فوائد كبيرة جدا، وتاني حاجة إن اليهود يبسطوا نفوذهم وسيطرتهم على الدولة الألمانية. وكانوا شايفين ان اليهود هم السبب في ان ألمانيا تكون دولة فاسدة وفقيرة، وده لان بدخولهم لألمانيا وبسط سيطرتهم عليها دخلوا معاهم الحشيش والمخدرات والدعارة، وده كان سبب في افساد عقلية المواطن الألماني. عشان كده هتلر واللي معاه قرروا انهم يأسسوا حزب العمال الألماني الاشتراكي، واللي كان ضد الحكومة الألمانية في الفترة دي وضد اليهود وكل اللي بيدعم اليهود أو بيشجعهم ويدافع عنهم. وبعد سنتين من تأسيس الحزب قدر هتلر ان هو يكسب رئاسة الحزب ده، وفي 1923 تم القبض على هتلر هو و3000 واحد معاه. وفي قرر ان هو يستغل الفترة اللي هيبقى موجود فيها في السجن، وألف كتابه المعروف جدا كتاب كفاحي، واللي اتباع منه حوالي 10 مليون نسخة. طلع هتلر من السجن بعد فترة، وفي 1929 حصل أزمة اقتصادية في العالم كله، وده أثر على اقتصاد ألمانيا وهي أصلا ما كانتش ناقصة. وفي الوقت ده كانت الفلوس في ألمانيا بكميات كبيرة جدا ولكن من غير أي قيمة. علشان كده الناس بدأت تفقد الثقة في الحكومة اللي كانت موجودة في الفترة دي. وفي 1933 قدر هتلر ان هو يتولى حكم ألمانيا. اول ما تولى هتلر الحكم قدر انه يوفر 6 مليون وظيفة، لدرجة ان هو قضى على البطالة، وكمان كان عندهم نقص في العمالة، وده ادى الى زيادة دخل المواطن الألماني ودخل ألمانيا، وكمان ادى لارتفاع مستوى المعيشة عندهم، وده خلى الناس تثق اكتر في هتلر. طب يا ترى هتلر عمل ايه علشان يوفر كل الوظائف دي؟ هتلر من اول لحظة تولى فيها الحكم وهو بدأ يبني في كل حتة في ألمانيا مصانع للأسلحة. يعني تقريبا كده كان ناوي على الحرب من زمان، وما صدق انه يتولى حكم ألمانيا علشان ينفذ خططه. وبعد ما خلاص هتلر تولى حكم ألمانيا وقدر انه كمان يكسب ثقة الناس كلها ويصدر صورته للعالم كله على انه المواطن الألماني اللي بيخاف على بلده وعلى مصلحتها، بدأ بقى ينفذ في خططه الشريرة لإقامة الحرب العالمية الثانية وللإبادة الجماعية لليهود. غير ما اتكلم كتير عن الحرب العالمية التانية وايه اللي حصل فيها، هتكلم على بعض المجازر اللي حصلت في حق اليهود. اول حاجة حصلت وهي الهولوكوست او المحرقة، ودي تعتبر من ابشع عمليات الابادة العرقية اللي حصلت في التاريخ، واللي مات فيها حوالي 17 مليون انسان، منهم 6 مليون يهودي من اصل 9 مليون يهودي كانوا موجودين في الفترة دي في اوروبا. الابادات العرقية اللي كان بيعملها هتلر مش كانت بس في اليهود، دي كمان كانت في الروس والبولنديين وسود البشرة، وده لان في وجهة نظر هتلر ان الناس دي مش بني ادمين وما يستاهلوش ان هم يعيشوا معانا. كان بيتم ابادتهم بطرق مختلفة زي الحرق والاعدامات الجماعية ومراكز القتل ومعسكرات الموت. واكيد هيجي في بالك دلوقتي سؤال، وهو ليه هتلر بيعمل كده مع اليهود؟ الكاتب جوشام ريكر ذكر في كتابه 9 من نوفمبر ان هتلر سبب كرهه الشديد لليهود هو موت والدته، وده لانه شايف او من وجهة نظره ان هم خدوا منه اغلى شخص في حياته. وكمان قال ان هتلر كان شايف ان الناس دول كلهم مرضى وهو اللي هيداويهم. وفي سبب تاني بيقول ان هتلر كان بيكره اليهود بسبب ان هم كانوا سبب في فساد ألمانيا وانها اصبحت دولة فاسدة وفقيرة. زي ما قلت لكم كان شايف ان هم السبب في هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الاولى. ده غير كده ان بسبب سيطرتهم على ألمانيا وعلى قضائها واعلامها وكمان نظامها المصرفي والبنكي بنسبة 100%، ده كان سبب في دمار ألمانيا ودمار اقتصادها لفترة كبيرة جدا.
ودي برضو الأسباب اللي ذكرها هتلر في كتابه كفاحي، وقال إن هو ما كانش بيكره اليهود. مفيش حد يا جماعة طبيعي بيتولد يكره حد، ولكن قال إن من أول ما سافر على فيينا وشاف معاملة اليهود السيئة ليه، وإنهم كانوا بيسرقوا مجهوده، وإنهم كانوا السبب في قتل والدته، وإنهم كمان كانوا السبب في دمار ألمانيا، دي كلها أسباب كانت بتخليه يكره اليهود. ولكن دولة الاحتلال ما عجبهاش الكلام ده، وطلع رئيسهم اللي ما يتسماش وقال برضو كلام ملوش اي 30 لازمة ولا ليه اي اساس من الصحة، وقال ان السبب في ان هتلر يرتكب الجرائم البشعة دي في حق اليهود هم العرب. انا الصراحة مش عارفة احنا عاملين لكم ايه. المهم انه قال ان هتلر كان استوحى افكار المحرقة والابادة الجماعية دي كلها من العرب، لما اجتمع هتلر في يوم بمفتي القدس امين الحسيني، وحكى ليه هتلر ان هم خلاص هيطردوا اليهود من المانيا. فرد عليه مفتي القدس امين الحسيني وقال له حرام عليك، ليه تعمل فينا كده؟ انت لما تطردهم من عندك هيجوا عندنا هنا ويقرفونا. فرد عليه هتلر قال له امال نعمل ايه؟ فرد عليه امين الحسيني وقال له احرقهم. ومن هنا جه فكره الاباده الجماعيه لليهود عند هتلر. يعني كلام ملوش اي 30 لازمه ولا ليه اي اساس من الصحه، ده غير اصلا ان مش دي الاسباب اللي ذكرها هتلر في كتابه كفاحي. ولكن اللي عجبني قوي في كلام اللي ما يتسماش نتنياهو هي نقطة واحدة بس، وهو حتى انهم لما بيجوا يألفوا افكار وقصص خيالية في دماغهم علشان يشوهوا صورة العرب قدام العالم، بيثبتوا قد ايه هم مقرفين وان مفيش اي حد طايقهم، سواء كان في الدول الاوروبية او في الدول العربية. جيتوا عملتوا مقارنة سريعة ما بين اللي كان بيعمله هتلر واللي بيعمله دلوقتي جيش الاحتلال في اخواتنا في فلسطين، هتلاقوا ان هتلر كان بيعتدي على الاراضي، بيخرج اهلها منها، بيبيد الناس ابادات جماعية، وبيقتل الابرياء وبيقتل الاطفال وبيشردهم، وكان كل الدنيا بتقول عليه ان هو معتدي وسفاح ومجرم، وكانوا شايفينه ابشع بني ادم في التاريخ، وهو فعلا يستحق النظرة دي. لكن لو بصينا على اللي بيعمله جيش الاحتلال في اخواتنا في فلسطين من 1848 لحد اللحظة اللي بنشوف فيها الفيديو ده، هتلاقي ان هي نفس الجرائم اللي ارتكبها هتلر في حق اليهود. بيعتدوا على ارض مش ارضهم، بيحاولوا انهم يطردوا اهل الارض منها، بيعتدوا عليهم، بيقصفوهم قصف مستمر، وبيحاولوا ان هم يبيدوهم ابادات جماعية، بيقتلوا الاطفال والشيوخ بدون اي رحمة ولا انسانية. ولما يجوم يفتحوا بقهم ويتكلموا، قالك ده جيش الاحتلال بيدافع عن بلده وارضه. ارضه ايه؟ اصلا الارض مش ارضهم، ولو حد لازم يدافع عن ارضه فهم الفلسطينيين، ولو حد ليه حق ولازم يدافع عنه فهم الفلسطينيين. وعمر الفلسطيني مهما عمل وحتى لو شال اسلحة في الدنيا دي كلها وحارب بيها، ما هيتحول لقاتل ولا مجرم ولا سفاح ولا معتدي، لان الارض ارضه والحق حقه وهو بيدافع عن حقه. عمر الاسرائيلي حتى لو نايم في بيته اللي هو مش بيته ولا على ارضه، ما هيتحول لصاحب حقه، هيفضل طول عمره معتدي ومجرم وسفاح وقاتل للاطفال.